بلدنا كنيسة ومجنى ونزرع شجرة في كل مكان، والمحروسة أحلى عروسة وأجمل نعمة من الرحمن، لما شهدنا إيديها بإيدنا نطلع بيها من الأحزان. مش ممكن أبدا يا شباب نقبل بوجود الإرهاب اللي بيقتل فينا بغدره من غير منطق ولا أسباب. ممكن أبدا يا شباب نقبل بوجود الإرهاب اللي بيقتل فينا بغدره من غير منطق ولا اسباب. شبابنا هيعيش منصور ويعدي بنصور ورسول ويبارك كده تاني عبور علشان بلدي وبلدك تقوم. زيطة وزفة وكمل لفة اركب مركب أو حنطور واطلع بينا شرم وسينا وياك تنسى جبل الطور. بجدد الترحاب بحضراتكم، بقول لكم يا رب الويلكم اللي انتم شفتوه يكون عجبكم. دي احدث صيحاتي مش هكلمكم عنها. الاول برحب بس بضيوفي اللي منوريني النهارده في الاستوديو، الاستاذ سامي منصور، اهلا بيك، منور كلام هوانم. اهلا بيك يا فندم. ومحمد عادل بطلنا الاول، اهلا بيك، منورنا. ومصطفى ربيع، برحب بحضرتك، منورنا ومنورين كلام هوانم. اهلا بيك. وقبل ما نبدا بقى مع فنانين الحلوين دول، ارحب طبعا بحبيبه قلبي الشيف الجامده المبدعه القويه جدا الشيف حنان. اهلا يا شيف حنان، منورانا. احنا النهارده عارفه ان انت في اكل كتير النهارده هيتعمل، صح؟ هنعمل رز خليجي النهارده. ماشي ان شاء الله. احنا هنسيبه مفاجاه بقى يا شيف حنان وان شاء الله بقى هخلص الفقره واجي لك انا بسرعه جدا ان شاء الله. ميرسي يا حبيبه قلبي، اتفضلي. برحب بيكم مره ثانيه وبقول لكم بجد منوريني. قبل ما ابدا يا استاذ سامي، انت فاجئتني انك دخلت الويلكم بالاغنيه دي، ودي كانت مفاجاه. فهسيب حضرتك المايك انت الاول تكلمني الاول عن الاغنيه قبل ما نبدا حاجه، عشان الناس شافتها فعايزين يفهموا الاغنيه دي ايه. اولا انا سعيد جدا بوجودي معاكي، ربنا يخليك. وبوجودي كمان في قناه الحدث اليوم، ده شرف كبير ليا. تسلم. الحاجه اللي انا عايز اتكلم فيها الاغنيه دي طبعا يا جماعه، احنا كنا عاملينها في 24 ساعه. ما خدتش اكتر من 24 ساعه بالظبط. وانا بتربطني بالفنانه العظيمه منال، قبل ما اكون اعلاميه، علاقه اسريه. وانا اعرف ان هي بتغني وعندها هوايه الغنى من زمان، بالاضافه لانها ممثله ناجحه جدا ومعروفه. فجت في دماغي فكره ان ليه لما يكون في جزء فيه غنى وما تشاركش معانا. فانا لما عرضت عليها الفكره في الحقيقه رحبت قوي، وانا كنت سعيد لما رحبت. ولما جت زي ما انتم شفتوا كده، احنا الاغنيه دي كنا عاملينها كمان بحب لمصر، وعايزين نقول ان مصر بخير، وان مصر هتظل دائما واقفه على رجلها، وكنا بندعم فيها الرئيس السيسي. والمفاجاه اللي انا بقولها ان اول محطه بتذاعها هي قناه الحدث اليوم، واحنا طبعا عاملين اهداء للمحطه، ونتمنى انها يعني ده شرف لينا كلنا ان احنا ميرسي يا استاذ سامي، ميرسي، ربنا يخليك. وكمان انا وانت عاملين اوبريت تاني كان عن الارهاب، وده يعني ان شاء الله برضو هو نزل قبل كده بس احنا هننزله تاني. مظبوط، احنا عملنا اوبريت بالفعل بيتكلم عن الارهاب. كان في بقى فنانين، وده في مجموعه فنانين كان الحاني وتوزيعي، وكان معانا في مجموعه فنانين كبار، منهم فنان احمد ماهر، الفنان كريمه مختار رحمه الله عليها، الفنان جمال اسماعيل الله يرحمه، محمود الجندي فنان، مع احترامي لحفظ الالقاب، محمود الجندي، ناديه مصطفى، اركان فؤاد، اسامه الشريف، مها البدري، فنانه جميله منال عبد اللطيف. وتعبتني وهي في التسجيل، بقت تعيط لما كانت بتشوف المناظر وحاجات كده، تعبتني كتير جدا لان هي انسانه لا حساسه. انت كنت عامل شغل حلو، انت كان مشغل لنا الفيديو شغال عفوا واحنا بنسجل، وكان في وقعه ارهاب وقتها حاصله، انا مش متذكره قوي كانت هي ايه،
كنا كلنا متاثرين الاحداث يعني. بتاعت الاتحاديه. عفوا انا نسيت كمان الفنانه العظيمه فردوس عبد الحميد آه. ومدلين طبر. ومدلين طبر لا هو كان في فنانين كتير فنانين جدا كتير، وكلهم كانوا بيشاركوا بحب، كانوا بيشاركوا معاك مشاركه من قلبهم، لانهم كان انا عايزه اتذكر كان ايه الواقعه اللي كانت حاصله، كانت حاجه قويه كانت جدا. احداث الاتحاديه حضرتك مش لو فاكرة تفتكري كان كانت في قوي. الارهاب والحاجات دي كلها، كان في طبعا احداث كانت مصر كلها بتعاني منها، فكل الفنانين بامانه تجمعوا يعني طبعا الفضل انا يعني برمي الفضل كمان للفنان القدير احمد ماهر، لان طبعاً. هو اللي شجعني في هذا الموضوع. وهو لا استاذ احمد ماهر كمان شريك الدرب يعني. بالظبط استاذ احمد ماهر ده قصه أبيه. كبيره يعني. ابيه هو بالنسبه لي ابيه، وبالنسبه للناس كلها ابيه، لكن حقيقي. بالنسبه لي انا يعني له معزه خاصه عندي، لان هو بامانه كان في الموضوع ده صاحب الفكره كمان. احنا طبعا انا عملت معاه عملت مزيكا معاه في المحاكمه وفي كذا عمل فني يعني. لكن العمل ده كان من الاعمال اللي فعلا ما نقدرش انساها له يعني. ربنا يخليه لنا، وفنان طبعا قدير واحنا كلنا بنحبه ده اكيد. طبعا. انا بشكرك جدا جدا استاذ سامي ان انت اهديت لقناه الحدث اليوم الاغنيه الجميله دي. والاوبريت بتاع الارهاب انا هجيبه برضه هديه لقناه الحدث. ربنا يكفينا شر الارهاب يا رب. يعني ما يبقى نحتاجوش موجود ولا في المكتبه، نشغله. لا يبقى موجود في المكتبه يا رب بس. ما نحتاجوش يا رب، شاء الله. يعني وتفضل مصر كده امنه يا رب. ان شاء الله. طب احنا نبدا معاك من ايه؟ ملحن ولا موزع ولا مطرب ولا ممثل ولا يعني انت غطيت عليا يعني. لا اعوذ بالله. انت بتعمل كل حاجه. لا اعوذ بالله. يعني ما شاء الله، واعمالك معروفه ومعلمه يعني. انت عملت حاجات كتير، وفي الاذاعه كمان في الشرق الاوسط عملت حاجات كتير مع حسني غنيم وايناس جوهر في برنامج تسالي. اساتذتي دول طبعا. عملت كمان اساتذتي مع كلنا، وعملت موسيقى تصويريه لاعمال دراميه كتيره قوي منها رجل على الحافه وانت عملت مع الاستاذ عادل صادق مخرج طبعا حضرتك بسم الله ما شاء الله. وفي حاجات مع حمدي النبوي وانت اشتغلت؟ بس انا لا اذكر يعني، مش عايز حاجات كتيره. في الاذاعه مع محمد عثمان كنت عامل مسلسل اسمه انا اللي جبته لنفسي. لا ومثلت في زمن عماد الدين. انا مثلت في مسلسلات كتيره، بس لما غبت فتره عن مصر طبعا ابتدى الشكل. تعالى بقى. عملت زمن عماد الدين دور الشيخ زكريا احمد. حضرتك لو تفتكريه. طبعا. وعملت مع الدكتور خالد بهجت برضه مسلسل اسمه شعاع من الامل، وكان بطولة صلاح. لا انت عملت حاجات كتير قوي ما شاء الله. الحمد لله. والاحلى بقى منه كمان ان انت كمان يعني لحنت المطربين عالميين، كان من اشهرهم المطربه التركيه مينا. مظبوط. وخدت جايزه على خدت جايزه احسن ملحن سنه 98 99 على ألبوم في تركيا. في تركيا على البوم اسمه يا للي، والبوم تاني اسمه ظالم. فاخدت عن الالبومين جوائز. وتركان تركان اللي عمل اغنيه اويناما شيكادام، واغنيه الشيمارك اللي هي مسمينها بالمصري البوسه. وانا عملتهم بفيرجن تركي. و يعني انا بعد ما وزعت الاغاني في تركيا انا عملتها تركي وعربي. زي فرانكو عراب هم بيقولوا عليه كراشيك. ده كان المطرب العالمي سلامي شاهين، ده مطرب تركي، فاقترح عليا ان انا اغني بالعربي والتركي عشان هكون مختلف عنهم. فلما عملت التجربه ونجحت جبتها هنا واتذاعت في بعض القنوات. لو انت عارف ان انت شكلك يدي على كل حاجه يعني، عارف لو بصيت لك كده اقول مصري، بصيت تغني مثلا تركي يدي تركي. طبعا انا عارفه انك بتغني طبعا بالفرنساوي وبالانجليزي وبكل اللغات ما شاء الله عليك. يعني كل ما تغني لون كده يبان فيه. ومؤخرا هندي. ايوه مؤخرا هندي. ده انت كنت عايزني اغني هندي. بالظبط. لا انا مجهز لك اغنيه هندي قريب يعني. احنا معانا هو ده الكليب اللي بيشتغل دلوقتي، ده اللي هو ده اغنيه ليلي يا عين اللي هي البوسه. اللي هي اصلا بالتركي اسمها شيمارك، وانا عاملها لتركان. حلوه قوي. دي انت مصورها برضو في تركيا مظبوط؟ دي انا مصورها في تركيا كلها. ودي من اخراجي. وعملت كمان لا انت غنيت كمان في ماليزيا عملت في ماليزيا، وغنيت في ماليزيا مع مطربه اسمها سيتي نور هليزا، ومطرب اسمه ماوي، وغنيت في تايلاند. وعملت حفلات في الهند في بومباي في كليه الهندسه، وعملت حفله في بلد اسمها بوني فيها الجامعه العربيه بالهندي والانجليزي والعربي ما شاء الله. يعني كان فيها مغتربين عربي يعني. طيب واخيرا بعد كل المحطات الحلوه دي والحاجات الكتيره قوي دي والعالميه قوي دي، وصلنا لمسابقه النجوم اللي معانا اللي ان شاء الله نشوفهم نجوم مصر باذن الله. الشباب ومركز شباب الساحل اللي بيرقصوا برضه الفنان القدير احمد ماهر. يعني احنا وراه مش هنسيبه طبعا. احنا بنحبه. فين بقى؟ احنا بنحبه فاحنا وراه. فاحنا لما ابي احمد ماهر مسك مركز شباب الساحل كان اقترح عليا ان ابقى ماسك النشاط الفني يعني الغنائي.
وبعدين ربنا وفقني بالمجموعه الجميله اللي هم قاعدين جنبي، اخواتي بقى، دول اخواتي واصدقائي ما شاء الله. فنان الجميل محمد عادل، يعني انا شايف انه هيكون مطرب جامد جدا، احساسه حلو قوي، خلوق، دمه خفيف ويصلح للتمثيل. لا انا شفت. شفتي ده موضوع. خد الجائزه الاولى في المسابقه. المسابقه اسمها فن وابداع وخيال. ما شاء الله. والاستاذ مصطفى ربيع وهو شرقاوي الاصل، بلدياتي يعني، وبيغني. انا عشان كده قلت لك انت طيب على فكره. يعني الشراوه طيبين. طبعا. قرويه شريريين. فخد الجائزه التقديريه التشجيعيه. ما شاء الله. وغنى اغنيه جميله قوي لمحمد فؤاد اسمها حيران، حضرتك يمكن تفتكريها. طبعا. اغنيه تحفه. اغنيه تحفه، فغناها وقالها باداء جميل جدا جدا. ان شاء الله لو كان في فرصه نسمعها يعني. اكيد. محمد انا برحب بيك. انا طبعا بص، اي حاجه استاذ سامي يقول ان ده الصوت ده، هو بيبقى عنده حس كده غريب سبحان الله، يعني في اكتر من حد شاور عليه وقال ده هيكون نجم، وبالفعل قد كان يعني. ان شاء الله. قول لي انت الاول قدمت للمسابقه ازاي؟ انا اعرف دكتور سامي من شويه، يعني من قبل المسابقه بحبه يعني. فقال لي حبه يعني صغير، عايز يقول كده. فقال لي في مسابقه وكده، تعالى نشترك فيها عادي كده. هو شجعك انك تقدم. اوكي. قال لي تعالى ونقدم في المسابقه دي، وان شاء الله ممكن ناخد فيها مركز مع بعضنا لما نشتغل على نفسنا شويه، ممكن يبقى فيها مركز يعني. الحمد لله دخلنا من اول مره، تصعدنا. انت بتغني اصلا من قبل المسابقه؟ عملت حاجات ولا لسه؟ عملت اغنيتين لسه بحضرهم، بس عملت شغل مع اكرم حسني. نزلته معاه. حلو. وعملت يعني انت اشتغلت بالفعل. وعملت كنت عامل باند ليا. وطبعا بتغني بقالك قد ايه؟ يعني كده 9 سنين. ما شاء الله. طب حاولت تدرس حاجه ولا كله موسيقى عربيه؟ دخلت موسيقى عربيه مع دكتور عمرو حسن. ما شاء الله. وخلصت الحمد لله الكورس بتاعي. تلعب آلة؟ بلعب عود. الله الله. وهو الجميل في محمد ان هو حابب انه يكون مش بس محلي، حابب العالميه. يعني لما واخدك قدوه. لا اعوذ بالله، لا هو فنان كبير يعني بجد، يعني دي حقيقه. انما هو هنسمع دلوقتي يا سامي ونخش. هو لا انا هقول لك هنسمع طبعا. انما انا عايز اقول حاجه، هو الميزه في محمد انه دائما بيحب يجدد. يعني لما شافني بعمل شغل مع مطرب كبير اسمه ابراهيم تطلسيس، وده مطرب زي ام كلثوم عندنا كده، حاجه جامده جدا في تركيا، ابتدى يقول لي عايز اسمع. طب وائل كفوري كان بيغني له، انا عايز اغني له. وبالفعل احنا دلوقتي بنعمل حاجه من الحاجات اللي انا كنت اعملها لابراهيم عشان هو هيغنيها. فيها لخفيها. بالظبط. نوريها طبعا. محمد قال لي انا عايز اغني نص الاغنيه بقى، شوف الجمال. الله. تركي والنص عربي. هو بيعرف يتكلم تركي اصلا؟ انا بقى دي بقى شغلتي بقى، انا هخليه بقى يغني تركي هنا بقى، ده ادي العيش لخبازه زي ما بيقولوا. طب قبل ما نروح لمصطفى، تحب تسمعنا حاجه الاول يا محمد عادي. نسمع صوتك الحلو ده؟ طب استاذنك. تقول اغنيه المهرجان حته منها ولا تحب تقول حاجه خاصه؟ ماشي اوكي. لا هو انت معاك المايك بتاعك. طب يلا نغني. اوكي. بنتخلق نبكي ونضحك نحزن نفرح نتصور، وفي كل ثانية ولحظة بتجري يا عين الناس وتدور، وفي وسط زيف الناس في كتاب وحساب عمره ما يتزور، وطريقنا رايح جاي وعكسي ومكسي حنين وآلام، والناس بتجري عشان أحلامها يا عيني ورا الأوهام، وفي وسط زيف الناس في كتاب وحساب عمره ما يتزور، ده يقطع في حتة مني وده نآمن له ويصحى قالب، وخلق مني ما تشيلش عني وده بمخالب ودول تعالب، حتى اللي طيب وزمانه هده الشر شده حالف بشرفه لا يبقى غالب. الله على صوتك ما شاء الله. ربنا يحفظك يا رب. يعني يا رب كده نشوفك نجم عالمي كده ان شاء الله، بس ما تغيبش زي استاذ سامي، تبقى موجود. لا خلينا في مصر احنا بقى، نخلص مصر الاول نقدر عليها يعني. مبروك عليك المركز الاول، يا رب اشوفك كده اكبر نجم باذن الله ان شاء الله. مصطفى بقى الشرقاوي الطيب. اول ما شفتك قلت انت على طول راجل طيب.
ربنا يخليك يا فندم. انت كنت متوقع انك هتفوز في المسابقه دي؟ والله اكدب عليك لو قلت لك يعني لا، يعني لا كنت ايه؟ لا اكدب، انا لو قلت لك يبقى بكدب عليك. انا توقعت ان الموضوع صعب يعني ما قوي. كنتش متدرب كفايه او واثق في امكانياتك في انك قلت اكيد هتكسب؟ معانا اصوات القاهره طبعا حاجه. انت هتقول لي احنا هنا عندنا يعني مواهب مراكز ما الشباب شاء كتير، الله. الاصوات كتير، المواهب كتير. فقلت الموضوع صعب قوي قوي، لكن الحمد لله قدرنا وبالاجتهاد بفضل الدكتور سامي طبعا والاستاذ احمد ماهر بشغله وتعبه معانا. طب انا عايز اسالك سؤال، قعدت تتدرب قد ايه طيب يا مصطفى؟ كتير قوي، ده حوالي اكتر من 3 شهور او 4 شهور. ياه، تستعد للمسابقه قاعد تتدرب كل ده؟ طب وايه الاغنيه اللي خدت فيها مركز التقدير؟ كانت اغنيه طبعا النجم الكبير الاستاذ محمد فؤاد، حيران. هي دي اللي انت انا كسبت بعشقه فيها اصلا المسابقه من صغري. انا بعشقه يعني هو كان مثلي الاعلى. طب وانتوا بقى الاثنين كان احساسكم ايه لما انتوا الاثنين اللي متدربين عند استاذ سامي خدتوا يعني المسابقه انتوا خدتوها كلها بقى يعني؟ لا سعاده سعاده يعني اما نطلع على مستوى الاثنين. الناس كانت فرحانه بيهم جدا بامانه يعني. كانت فرحانه ده حتى في مراحل التصعيد نفسها يعني. صعدنا ما كناش مصدقين يعني. حتى برضه وانت في مرحله التصعيد مش مصدق؟ ما كنتش مصدق ان احنا في النهائيات وهنروح بقى النهائي وهنغني في النهائي. يعني الفرحه مش قادر اوصفها لحضرتك يعني. ما شاء الله. بننافس مراكز شباب كتيره ومواهب كتير. طب ما تسمعنا حته بقى من الاغنيه اللي انت كسبت بيها. هي مع بلاي باك. شغلوها لنا يا شباب. اللي هي اي اغنيه فيهم؟ حيران مكتوب عليها مصطفى. كده ليه متغير ليه حيران كده ليه متغير ليه حيران كده ليه متغير ليه حيران كده ليه متغير ليه ده انا قلبي عليه حيران كده ليه متغير ليه 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 ده انا قلبي عليه
يا حبيبي يغير أحوالك مالك يا حبيبي ايه بس اللي جرالك فاكر ليالي زمان فاكر ليالينا يبقى انت والايام قاسيين كده علينا فاكر ليالي زمان فاكر ليالينا يبقى انت والايام قاسيين كده علينا حيران كده ليه متغير ليه 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 ده انا قلبي حلو قوي قوي يعني ما شاء الله ربنا كده يكرمكم واشوفكم كده ان شاء الله من اشهر النجوم باذن الله. يا رب. صوتكم حلوه تستحق انها تظهر للنور وانها تبان، لكن لازم برضو تفضلوا شغالين على نفسكم كده علشان ان شاء الله اكيد هتيجي الفرصه اللي موهبتكم فيها تبان. ارجع بقى لاستاذنا الجميل سريعا كده، انا عايز اعرف حد بالموهبه العالميه بتاعتك دي بيختفي كتير من مصر دي، يعني ليه مش مركز نشاطك؟ وده دائما وابدا بقول لك نفس السؤال، يعني كل ما نغيب كده ونتقابل تاني اقول لك يا سامي انت ليه مش مركز نشاطك هنا؟ يعني انت عندك موهبه حلوه جدا وعندك استوديو من احلى الاستوديوهات وعندك موهبه فظيعه، تلحين وتمثيل، حاجات كتير قوي، ليه ما بتعملش الكلام ده كله هنا؟ ليه بتطلع بره كتير؟ هو انا بعمل اوريدي حاجات هنا، بس هو بره المسائل مختلفه، الاجواء مختلفه، يعني بتحسي انه الجو نفسه جميل، الاحساس بان الفنانين فاهمينك. هنا طبعا عندنا فنانين جمال طبعا. وبرضه انا في فتره من فترات عملت شغل مع الله يرحمه حسن الاسمر، وعملت حاجات مع طارق فؤاد، وعملت حاجات مع بعض الممثلين في مسلسلات. فالمساله مش ان انا رافض، بالعكس انا موجود، بس هو شغلي بره بيبقى ساعات اكتر شويه، وهحاول الفترة اللي جايه ديت اركز في شغلي جوه مصر ان شاء الله. باذن الله يعني ناوي. انت ناوي تعمل حاجه قريب يعني ان شاء الله؟ انا دلوقتي بجهز شغل وان شاء الله هيكون في معايا. انت تبنيت الموهبتين بقى؟ لا ده هم يتبنون هنا. ايه ده؟ دول عواجيز الفرقه يعني زي ما انت اللي بابا. لا يعني دول فنانين بجد شاطرين جدا. يعني انت ناوي تعمل حاجه قريب؟ انا بجهز الفرقه دلوقتي وبجهز كمان لشغل باذن الله طالع قريب الهند. هنعمل فيه دوتو. مصمم برضو ان انت تاخد فرقتك وتطلع بيها برضو الهند وكده؟ لا يعني. لا انا هطلع اصور حاجه هناك، اغنيه هناك، وعندي اغنيه هصورها هنا قريب، الالبوم الجديد بتاعي. وبعدين بفكر اعمل بقى فرقه جديده بمجموعه من الشباب الحلوين بنات واولاد، ونعمل حاجه كده نرجع الايام الجميله بقى، اللي هي حاجات زي الاصدقاء كده، زي عمار الشريعي الله يرحمه كان عامل فرقه الاصدقاء. كان في فرق جميله، عايزه ابعوف، نعمل شغل يكون في تقديم للافكار بتاعتنا. يعني ايه المانع ان احنا نعمل اغنيه انا بغني تركي، الراجل ده ممكن يغني فرنساوي جنب العربي، بس هنخليه يغني فرنساوي مثلا بالشرقي، نقول عربي ونقول سيكا بقى، ده الجديد بلحن الشرقي. بلحن شرقي. عايزين نعمل افكار، لان انا ضد ان واحد يبقى مركز في حته واحده. في حته واحده صح. يعني هو دلوقتي لما قال انا عايز ادني بس في مصر، هقول له خليك انت قاعد في مصر. انت ممكن توصل للعالميه وتبقى بره وانت جوه مصر. صحيح. هو ده اللي انا عايز اقوله. فانت لابد انك انت تفكر في العالميه وانت جوه مصر، مش مشكله جات لك فرصه تطلع تعمل حفله وترجع، اهلا وسهلا. طبعا طبعا. المشكله بس ان احنا لازم نسحب الذوق اللي موجود دلوقتي، ان احنا اي حاجه بنسمعها في مهرجان او بنسمعها في حاجه الاذواق حاجه رايحه خالص يعني. فانا مبدئي ان انا مش هينفع اورث لاحفادي، هقول لهم مثلا بدل الشيخ زكريا احمد
لا اقول لهم مثلا تعالوا اسمعوا اغاني مهرجانات. سين من الناس مثلا، هو ده التراث، ده بالنسبه لك يبقى ده القديم، لا ما ينفعش. انتوا عايزين تجددوا بتراثنا احنا، بفننا اللي له معنى وله قيمه وله هدف. لازم مظبوط؟ لازم. يعني موسيقار محمد الموجي خدوا قراءة الفنجان عملوها بره، خدوا رسالة من تحت الماء عملوها بره، يعني ان شاء الله الحقيقة نكمل والكلام الرساله ان شاء معاكم الله. ما يتشبعش منه، وصوتكم طبعا اكيد ما يتشبعش منه. ربنا يخليك. وانت طبعا يا سامي اكيدا يعني انا مبسوطه جدا ان انتوا كنتوا مشرفينا. احنا طبعا لازم نسمع صوتك، لان مش معقول هيكون معانا الموهبه الفذه دي ومش هنسمع صوتها. كان انا حبيت انها تكون هي يعني ختامها مسك، وان احنا نختم بفناننا الحلو بقى باغنيته الجميله. انت عايز تغني لنا ايه الاول قبل ما نختم؟ والله زي ما يعجبكم، عايزين البوسه تحت امرك، عايزين انت حابب تغني ايه؟ اي يعني حاجه. حابب ايه؟ في عندي اغنيه جديده اسمها يلا، وفي اغنيه البوسه. انا هسيب دوت للمخرج، مخرجنا الجميل. مخرجنا عايز ايه؟ يختار. يلا بيقول لك يلا. يلا يلا على اساس نمشي بسرعه بقى نخلص. يلا اتفضل. طيب. قلبي الخالي ماشي بحاله، عدت جنبه الحلوة ياهو، وفي لحظة وثانية شد رحاله وراح يصرخ ونطق لاف يو، بطبق تمكين وطنات سرو سرو بيسرو الشيلات، toplan geliyorlar böyle oynaya yöneme. تسمحي لي سيلفوبلي قلبي معاكي قال اوكي، قلبي في حبك قال الله ودي احلى كلمه في هواه. يلا خليها على الله، يلا بحبها والله، يلا من غيرك والله خليني احصر في هواه. حبك ولعني نار عقلي وده مني طار، اوعى وده مش هزار، صبري والله خلص وياك. يلا خليها على الله، يلا بحبها والله، يلا من غيرك والله خليني احصر في هواه. حبك ولعني نار عقلي وده مني طار، اوعى وده مش هزار، صبري والله خلص وياك. بطبق تمكين وطنات سرو سرو بيسرو الشيلات, toplanmış geliyorlar böyle oynaya yöneme. تسمحي لي سيلفوبلي قلبي معاكي قال اوكي, قلبي في حبك قال الله ودي احلى كلمه في هواه. يلا خليها على الله, يلا بحبها والله, يلا من غيرك والله خليني احضر في هواه. حبك ولعني نار عقلي وده مني طار, اوعى وده مش هزار, صبري والله خلص وياك. يلا خليها على الله, يلا بحبها والله, يلا من غيرك والله خليني احضر في هواه. حبك ولعني نار عقلي وده مني طار, اوعى وده مش هزار, صبري والله خلص وياك. قلت ببالي ان حبك ليا هو الدواء والنور لعينيا, مهما تبعد ومهما تعمل انت برضو في الدنيا اللي ليا. قلت ببالي ان حبك ليا هو الدواء والنور لعينيا, مهما تبعد ومهما تعمل انت برضو في الدنيا اللي ليا. يلا خليها على الله, يلا
بحبها والله يلا من غيرك والله يخليني احضر في هواك حبك ولعني نار